في ناس متخيلة ان هي لما تدخل ولادها احسن مدارس وتجيب لهم احسن لبس وتحقق لهم كل طلباتهم ان هم كده بيعملوا اللي عليهم. النجاح في التربية مش بيعتمد على المصاريف ولا على الرعاية بس. النجاح في التربية انك بتزرع جوه ابنك يعني ايه معنى وجوده في الدنيا، يعني ايه السعادة الحقيقية، يعني ايه علاقته بربه. بحزن جدا لما الاقي الطفل ما شاء الله شاطر ومتفوق في كل حاجة، بس تيجي تسأله عن اي سؤال في الدين ما يعرفش اي حاجة. اقروا زراعتكم صح. ألف ب تربية، تعرفوهم يعني ايه ربنا، عرفوهم يعني ايه الحلال والحرام، عرفوهم الصح والغلط ومن خلال دينهم. حتى الصلاة، صلوا، ابدأي معاه بانك تصلي معاه كل الصلوات جماعة، وبعد كده تابعي وما تهمنيش وما تكسليش. الكلام ده تبدأيه بدري على قد ما تقدري، بحيث ان الطفل لما يوصل لسن المراهقة هتكوني مطمنة عليه، بدل ما كل الناس بتشتكي من ولادها من سن المراهقة. ولناس كتير ما تعرفوش ان سن المراهقة ده بكل التغييرات اللي بتحصل فيه هو في الاول والاساس الحماية فيه هو تربيتك من البداية. زرع حجر الاساس من البداية، ازرعي جواه التدين، ازرعي جواه حب ربنا، ازرعي جواه ان ربنا موجود وان مفيش حزن طول ما ربنا موجود. تزرعي جواه ان ديننا ما بيحبش الحزن، ان ديننا ما بيعرفش الفشل، وان لو فشلنا هنقدر نقوم. لو لقيتي ولادك سعادتهم في قربهم من ربنا، لو لقيتيهم لما بيتضايقوا بيروحوا يصلوا ركعتين ويدعوا ربنا، لو لقيتي حبهم لربهم بيخليهم يخافوا يعملوا الغلط ويتبعوا الحلال والحرام في حياتهم، يبقى انت فعلا نجحتي في تربيتهم وقدرتي تحميهم من الدنيا وقدرتي توصلي لهم السعادة الحقيقية. تابعوني على قناة حكايات ماما ميرو على اليوتيوب، وهتلاقوا قصص لمشاكل الأطفال وازاي نحلها من غير عنف ومن غير ما نتخانق مع ولادنا.